السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مقدار بيتزاية واحدة للناس اللي لسه مبتدئة وحابة تجرب. معايا هنا كوباية ونص او مج ونص من الدقيق، طبعا يكون منخول. تمام. هنزل عليه بنص معلقة سكر او اقل، مثلا ربع معلقة سكر. تمام. ربع معلقة بهارات مشكلة، اللي هي السبع بهارات. ومعايا هنا ربع معلقة فلفل اسود. ربع معلقة ملح. هنحط هنا شوية زعتر، بس يعني ما تكونش كتير، حاجة بسيطة كده، عشان سبق وقلنا في فيديو قبل كده ان الزعتر لما بيزيد بيدي سنة مرارة كده في الاكل. شوية خميرة صغيرة كده على الدقيق، عشان الخميرة تطلع معايا بسرعة، يعني الناس اللي حابة تنجز وكده. وده بيبقى احسن كمان في للخميرة اللي بتتعمل في الشتاء. وحبة صغننة كده كركم، وبنخلطهم في بعض. العجينة هي بتبقى عجينة تحت الحشوة وكده، لكن برضو لازم يكون لها طعم. دي كوباية مية دافية، لازم المية تكون دافية يا جماعة. ننزل معاها بنص معلقة سكر كده، عشان الخميرة تطلع معايا بسرعة. خميرة، مش بفضل الباكو كله لان ده مقدار بيتزاية واحدة. دوبها معايا كويس. حتى لو كوباية الخميرة طلعت كتير، لا، انا مش بحطها كلها، علشان انا بكمل العجن بالزيت. طبعا يكون زيت نظيف، علشان ما يبقاش ليه طعم وريحة في العجين. هنزل هنا كده بالخميرة، مش هحطها كلها. هنزل بالباقي، يعني انا بنزل بيها حبة حبة كده، علشان ما تبقاش كتيرة مرة واحدة وتنزل على الدقيق تبقى تعجن بقى وتبوظ منك العجينة. بحاول المها كده والم الدقيق من حواليها كويس. شايفين؟ ننزل بالزيت برضو حبة حبة كده. كل ما بعجن فيها والاقيها مثلا محتاجة حبة زيت احط لها، بس يبقى يعني بعناية شديدة، اللي هو ما تغرقش مني زيت في نفس الوقت، وفي نفس الوقت ما تبقاش ايه ناشفة كده مني. تمام. انزل بشوية زيت كمان.
بعجنها كويس جدا. كل ما تتعجن اي حاجه مش البيتزا بس، كل ما تديها حقها في العجين، يعني تخدميها كويس في العجن، كل ما تطلع معاكي هشه وطريه ويعني حلوه كده. رشه خل بسيطه كده، حاجه بسيطه بس. زي ما قلنا قبل كده الخل ده ماده رافعه، كمان بيخلي العجينه هشه ولونها فاتح. على فكرة العجينة لما تبقى بتلزق كده في الايد، بس مش بتلزق جامد يعني، بتلزق كده اللي هي زي كده يعني، بتبقى يعني النتيجة بتاعتها بتبقى كويسة جدا. مش الحلو اللي هو بتبقى ناشفة او تبقى متلزقش في الايد خالص، لا اطلاقا. كده هي تمام معايا. ادهن وشها بس بشوية زيت كده، اغطيها كويس بالورق الاسترتش عشان تطلع بسرعة ونرجع تاني مع بعض. دي العجينة بتاعتنا اختمرت. نفك الاسترتش كده من عليها، شايفين؟ اللهم بارك. بنديها عجنة كده تاني. تمام. لازم نديها عجنة ونسيبها ترتاح 10 دقايق بس. تمام. شايفين العجينة هنا ارتاحت بما فيه الكفاية. اللهم بارك. هجيب معايا هنا صينية، دي صينية وسط، يعني دي صينية بيتزا اللي هي الحجم الوسط. ننزل شوية زيت كده، الناس اللي مثلا هتعمل البيتزاية في صينية اللي هي مش بتاعة بيتزا وكده، ألمونيوم مثلا، لازم تدهنيها كويس زيت علشان ما تلزقش منك. تمام. شايف العجينة بتاعتي اهي. بسم الله. بسم الله. زي ما قلنا قبل كده، العجينة طول ما هي بتفرد كده وتكش منك حبة، لا دي كده تبقى حلوة جدا وهتطلع معاكي هشة ان شاء الله. تمام. الشوكة كده واخرمها. معلقة صلصة كده. في صلصة بتاعت بيتزا بتتباع جاهزة،
ممكن تجيبيها وتستخدميها، ممكن تستخدمي الصلصة العادية بتاعتنا دي اللي انا بحطها دلوقتي. يعني كل الخيارات متاحة ليكي، والحاجة اللي تريحك يعني. وفي فيديو احنا عاملين فيه الصلصة بتاعت البيتزا. دي هتبقى ميكس جبن بس، فهنحط جبنة ميكس من تحت، وبعدين هنفرش الجبنة الموتزاريلا من فوق، بس هي ساحت شوية من الحر. لازم الجبنة تبقى كتيرة. دي كده بعد ما ضفنا لها الميكس الجبن والموتزاريلا من فوق، بننزل كده برشة بابريكا من فوق كده، بتدي لون وشكل فظيع. طبعا احنا متفقين من الاول خالص ان العين بتاكل قبل البق، ف هتشوفوا شكلها ايه بعد كده. ونفس الرشة برضو، بس ايه، كركم. ربنا يحسن ما بين ايدينا ان شاء الله. وتشوفوا شكلها بعد ما تخلص، هندخلها الفرن ونطلعها ونشوفها مع بعض. دي البيتزا بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. شايفين الشكل والريحة بصراحة تحفة، وان شاء الله كمان طعمها يجنن. ايه رأيكم؟ طبعا اي حاجة بنطلعها من الفرن لازم نغطيها. تمام، لازم اي حاجة مش البيتزا بس، اي معجنات تطلع من الفرن لازم تتغطى كده 5 دقايق، ونرجع نقطعها. هنعريها دلوقتي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هنحاول نسلكها بس الاول كده، وبعدين نطلعها. لما بيبقى فيه جبنة كده في الحوافي، بتخليها تلزق. شايفين؟ هنطلعها من الصينية. تمام، احنا كده طلعناها. هنقطعها. انا بصراحة ما بحبش اقطع بالعجلة علشان بتاخد الجبنة معاها. شايفين الجبنة عاملة ازاي؟ هنشوفها دلوقتي. مش عايزة ابوظ شكلها بصراحة. مش عايزة ابوظ شكلها، مش علشان حاجة، بس علشان دي طالعة اوردر، فبرضو لازم الشكل يكون مريح كده للعميل. شايفة الجبنة؟ نشوفها كده بعد ما تطلع. عايزة اطلعها اوريكم الجبنة بس ومطتها. شايفين؟ بس مش عايزة اطلعها اكتر من كده علشان ما تبصي، شكلها يبقى كويس زي ما هي.
نحاول نظبطها. شايفين العجينة هشة ازاي؟ طرية خالص، شايفين؟ يا رب تكون الوصفة عجبتكم ان شاء الله وتجربوها، وباذن الله ربنا يحسن ما بين ايديكم وتطلع كويسة ان شاء الله. وتدعوا لي دعوة حلوة كده وتعليق حلو ولايك كتير عشان الفيديو يترفع، وما تنسوش زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.